حرام عليك فوق، ضيعت نفسك وضيعتنا معاك. يا ريتك تموت وتريحنا. انا اسمي نرمين. بتبدأ حكايتي لما ابن عمي صابر بيسيب خطيبته، لان صابر ابن عمي ظروفه المادية مش احسن حاجة. ابن عمي يحاول كتير علشان يرجع خطيبته، كل مرة بيحاول فيها كانت تقفل الباب في وشه. صابر حزن على نفسه وحس بالقهر من اللي حصله. للأسف دخل في سكة وحشة خالص، يشرب ممنوعات وكمان بيشرب خمور في أماكن مش أحسن حاجة. يوم والتاني معاه بنت جديدة، بنات اللي كان بيجيبهم بنات مش كويسين، انه يقضوا معاه ليلة او اتنين ويديهم فلوس ويمشيهم. حاله تغير من حال لحال، مكان شاب أجمل واحد وأحسن واحد في العيلة، الكل كان بيتجنبه ويخاف منه، ضمنهم أنا. الوقت ده أنا كان عندي 15 سنة، ودايما أمي كانت تنبهني إن أنا ماليش علاقة بصابر وأتجنبه، طبعا بسبب خوفها عليا وبسبب اللي صابر كان بيعمله. أيام بتعدي وصابر حالته كل يوم بتسوء يوم عن التاني، وبابا بيحزنوا عليه جدا وبيحاولوا يخرجوه من الحالة النفسية اللي هو دخل فيها، وعند دكتور نفسي يمكن يلحقوا أي حاجة من اللي باقية. الدكتور بيقول لمامته علشان يرجع لطبيعته لازم يتجوزها تحبه وتكون بجد زوجة صالحة ليه. مرات عمي بيروحوا صابر وبيجولنا على البيت وبيحكولنا كل حاجة الدكتور قالها لهم. مرة واحدة من غير أي مقدمات لقيت عمي بيطلب ايدي لصابر، قال لي بابا أنا عشمان فيك، أنا عارف صابر ابني مبقاش كويس، مفيش حد يرضى بيه، بس احنا الاتنين مستوانا المادي زي بعض، بنتك نرمين أنا هحطها في عينيا أنا ومرات عمها، ساعدني. بابا قال لعمي أنا بنتي صغيرة 15 سنة وأنا مقدرش أجوزها في السن ده، قالش مني صابر ملوش مستقبل، مبقاش يشتغل غير لما يكون عاوز فلوس للبنات اللي بيجيبهم معاه، البنات اللي كل يوم بيجيبهم ما انت عارف بيجيبهم منين، ممكن هو ينقل مرض لبنتي. ماشي يا اخويا، انت اخويا وحبيبي وعلى راسي، ولكن دي بنتي نور عيني، خد بكل ادب وذوق. عن عمي ومرات عمي مشيوا من عندنا زعلانين، لان هما كانوا حاطين املهم كله عليا، هما كانوا عارفين ان محدش هيرضى بيه، وقالوا دي بنت عمه هترضى بيه وهي اللي هتشيل الليلة. بعد وقت سمعت مرات عمي تزعق مع صابر لان بيتنا جنب بيتهم بالظبط، كانت عمالة تقوله فوق، حرام عليك ضيعت نفسك وضيعتنا معاك، بنت عمك اللي كان مستحيل اطلب ايدها رفضتك، بقيت مرفوض من العالم كله، يا ريتك تموت وتريحنا بقى. فضل يزعق وقال لها انا ما قلتلكيش تخطبي لي حد، انا ما اترفضتش، يزعق بصوت عالي جدا لان موضوع الرفض ده كان عامل له مشكلة. اليوم ده حطني في دماغه، هنا بقول لكم حطني في دماغه، لان هو كان لما يشوفني يبصلي بقرف ويفضل يبرق في عينيه، لما كنت الاقيه بيبرقلي وبيبصلي بالطريقة دي انا كنت بترعب، اصلا ما رفضتش، ده بابا هو اللي رفض، صراحة لو بابا كان خد رأيي انا كنت برضو رفضت. كان بتعدي وفي يوم اختي بتتصل على ماما وبتطلب منها اكلة معينة لانها حامل وبتتوحم، تعملها لها وبتفضل مستنية اخويا عشان يجي يوديلها الاكل لكن هو بيتأخر. ماما لقت الاكل هيبرد، قالت لي بالله عليكي يا نرمين روحي ودي الاكل ده لاختك. قلتليش ليه بدري يا ماما، انتي عاملاه بقالك وقت، الوقت اتأخر، قالت لي معلش روحي على طول وتعالي، كده بيت اختك بعدنا ببيتين، قلت لها حاضر يا حبيبتي. هلا ورحت على بيت اختي اديت لها الاكل، قالت لي اقعدي شويه، قلت لها لا دلوقتي الوقت متاخر، ولو بابا عرف اني خرجت هيعمل مشكله الصبح بقى. على طول من عند اختي، ماشيه من عند اختي في حاره ضيقه، في الليل بتبقى ضلمه،
الحارة دي دايما بتكون أمان لأنها مدخل لبيتي وبيت أعمامي. في الحارة ومش مدية اخوانا لقيت حد بيحط منديل مبلول على وشي. حسيتش بنفسي وفقدت الوعي على طول. عيني بعد وقت معرفش قد ايه. تاني دايخة جدا ومش مستوعبة أنا فين. لكن بعد وقت بسيط قدرت إني استعيد وعي. حواليا لقيتني جوه أوضة فيها سرير قديمة والمكان مكانش نضيف. حواليا كان يقرف من الآخر. حاولت إني أقوم ولكن ما قدرتش. على رجلي وإيدي لقيتهم مربوطين. برعب من جوايا أنا فين ومين اللي جابني هنا. لسه عمالة أسأل نفسي لقيت صابر داخل وفتح الباب عليا. ترفضيني أنا؟ بترفضيني يا هبة؟ هان عليكي حبنا؟ هان عليكي كل اللي فات؟ باستغراب وقلتله أنا نرمين. مين سارة؟ أنا نرمين بنت عمك. راسي أنا هنا اللي اتكلم وبس وانتي تسمعي. حلوة، رفضتيني أنا علشان اللي معاه فلوس؟ بقى أنا ولا هخليكي تنفعي اللي معاه فلوس ولا هخليكي تنفعيني. هو يقلع هدومه ويقرب مني وأنا ابتديت أصوت بصوت عالي ممكن حد يسمعني. هو قالي افضلي صوتي للصبح، احنا هنا في الصحراء مفيش حد هيسمعك يا حلوة. حد معانا غير الجن والشياطين. له حرام عليك يا صابر، انا بنت عمك. انا اذيتك في ايه ولا بابا اذاك في ايه عشان تعمل فيا كده؟ بيحبك باستهزاء وقال لو كان بيحبني كان وافق عليا. هو انا جسمي بيترعش. هو رفضك علشان فرق السن اللي ما بيننا. انت كويس ومفيش حاجة تعيبك والف بنت تتمناك. وضحك باستهزاء وقال لي هو انتي بتتكلمي بجد؟ سن ايه يا هبة؟ انا اكبر منك بسنة واحدة. يا هبة يا صابر، انا نرمين بنت عمك العظيم، انا مش هبة. وضحك. تصرفاته كانت غريبة. نظراته ما كانتش مريحاني. هي بيضحك بهستيريا وشوية يعيط. ده بيقرب مني وبيحضني جامد جدا لدرجة اني بحس ان عظمي بيتكسر. بيكسر عظمي ما بين دراعاته، بيبصلي بغل وبيضربني بالقلم. مستوعبة هو بيعمل ايه. يمكن ان هو شارب. الحاجة اللي كانت واضحة قدامي قلت صابر ابن عمي اتجنن. كانت المخدرة اللي كان بيتعاطاها يوميا قلت يمكن لحست عقله. فضل يضرب فيا وانا حاولت على قد ما اقدر ان انا ابعده عني. انا كنت متكتفة وكنت بتحرك بالعافية. بدافع عن نفسي بكل قوتي. كل ما يحاول يقرب مني اعضه. الحاجة الوحيدة اللي انا كنت عارفة اعملها. كل لما زهق مني كان كل ما يقرب مني اعضه وطلع من جيبه حاجة حادة على رقبتي وقال لي لو عضتيني تاني انا هذبحك. وما قدرتش اتكلم لان هو خلاص جاب اخره مني. الوقت ده كان خلاص هيقتلني. استسلمت غصب عني. وفي الوقت ده للأسف صابر اعتدى عليا. خلص لبس هدومه وشربني مية. وطبعا انا ما كانش ليا نفس اكل. هو رفع نفس الأداة لحد على رقبتي وقال لي لو ما كلتيش هقتلك. قلت اني اسمع كلامه ويمكن يعطف عليا ويمشيني. لكن اتصدمت لما هو سابني لوحدي في المكان المهجور وهو مكتفني. اوعي تصوتي لان صوتك هيلم عليكي الحيوانات المفترسة اللي هنا. كان ضلمة وانا كنت لوحدي، ما فيش اي حد كان معايا في المكان ولا كنت سامعة حتى صوت برا. بيعدي ببطء والجو بيكون ساقعة وانا بكون متلجة. عاوزة ادفي نفسي وحاولت اني افك ايديا لكن معرفتش. محاولات كتير جدا بستسلم وبنام من التعب. يوم صابر بيجي وبيكون معاه اكل. طب عليا اكل زي ما عمل قبل كده وانا بضطر اكل خوفا منه. بعد ما باكل وبيطمن عليا ان انا اكلت وشربت بيفك ايديا وبيعتدي عليا تاني.
أيام بتعدي وهو ده اللي بيكون حالي. يوم صابر يجي يحطلي أكل ومية ويعتدي عليا. طبعا في الوقت ده ولا بكون عارفة الساعة كام ولا احنا في يوم ايه أصلا. بينزل جدا لدرجة ان انا كل ما بقف بحس ان انا هيغمى عليا. صابر بيبقى شايفني هبة وبينتقم مني على اني انا اللي كنت خطيبته وسابته. يوم بيخترع حاجة جديدة يعذبني بيها. كتر ما كان قاسي وكل يوم بيعذبني ويعتدي عليا. متعود على اللي هو بيعمله وما بقيتش احس بحاجة. كنتش بحس بوجع خالص. قلت لنفسي خلاص كده، انتي لو خرجتي برا وحاولتي تهربي 1000 واحد هيقابلك في الطريق المهجور ده. أكيد مصيرك هيكون أسوأ من مصيرك دلوقتي. فكرة يا جماعة، أنا حاولت أهرب كتير لكن اكتشفت إن أنا في مكان غريب أول مرة أشوفه أو أول مرة أروحه. كانت عبارة عن شقة مهجورة كلها شباب كلهم بيتعاطوا مخدرات. كان البيت صحرا، فيه كلاب وثعالب وتعابين. يعني لو نزلت من الشقة هموت. صابر يعرف ناس كتير في المكان. كان سهل عليه ان هو يجي ويمشي في اي وقت. انا الموضوع بالنسبة لي كان موت. بالظبط على اختفائي حوالي شهر اهلي طبعا بيبلغوا الشرطة. يبتدوا تحقيقات ومراجعة كاميرات. في اليوم ال30 الضابط بيشك في صابر وتصرفاته. كان بيخلي حد يراقبه ويمشي وراه. الحمد لله لما الضابط شك فيه وابتدى يراقبه كده عرفوا مكاني. قولي على طول. بابا لما بيشوفني بينهار. ال20 يوم اللي انا قضيتهم مع صابر انا حرفيا اختفيت. جسمي نزل، شعري بقى يقع بطوله، ووشي اصفر. كبير بيشني وبنروح على البيت. صابر بيتسجن ويجي عمي ومرات عمي يتحايلوا علينا علشان نتنازل على القضية عشان صابر يخرج لهم من جديد. ومرات عمي قالت لي والله هخليه يتجوزك. غلطته، رفضت وقلت لهم على موتي يوم ما اتجوز واحد زي ده. استحالة اقدر ابص في وشه تاني يا بابا، انا مش عاوزة اتجوز، عاوزة افضل معاك لحد ما اموت. بيتحكم عليه وانا برجع لحياتي الطبيعية، لكن انا ما ببقاش انا. نفسيتي بتكون زي الزفت واهلي بيكونوا زعلانين جدا عليا. في المدرسة بقعد من التعليم ارفض اني اتجمع مع اهلي على سفرة واحدة. ما بحبش اشوف بابا وهو باصصلي بكثرة. بتقف بكون دبلانة وحزينة دايما. في يوم واحدة من صحابي جت علشان تزورني، قعدت معايا وطمنت عليا. قالت لي ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ حصلك ده قضاء وقدر، مش معناه انك توقفي حياتك. يعني انتي عاوزاني اعمل ايه؟ خلاص كل حاجة راحت. ينفع اتجوز واعيش حياتي زي اي بنت، ولا حتى اخرج في الشارع والناس تشوفني؟ انتي المفروض ترفعي راسك في السما، انتي ما عملتيش حاجة. تخرجي وتتفسحي وتعيشي سنك. قلتلها مش هقدر. قالت لي لا هتقدري، هفضل جنبك. قومي البسي عشان عندي ليكي مفاجأة. قالت لي مفاجأة ايه؟ قلتلها ما هي مش هتبقى مفاجأة لو انا قلتلك عليها. بس يلا علشان ننزل تحت، بس علشان صاحبتي ما تزعلش مني ويعلم ربنا ان انا قمت اتحرك بالعافية في الوقت ده. صاحبتي ساعدتني لحد ما لبست هدومي ومسكت ايدي وسندتني لحد ما نزلنا تحت. صحابي وقرايبي متجمعين عاملين لي حفلة وعمالين يقولوا ان انا بطلة. عن كل اللي عملوه انا مش ناسياه. طبعا حاولوا يخرجوني من اللي انا فيه. قلت ان انا ابين ان انا مبسوطة علشان ما يزعلوش، لكن من جوايا انا كنت مكسورة. دي سنين وانا بيبقى عمري 25 سنة. طبعا بسبب ان الكل عرف اللي حصل لي مفيش عرسان بتتقدم لي.
اخواتي كلهم بيتجوزوا وبيخلفوا وانا لسه قاعدة مع ماما وبابا، وماما بيكونوا زعلانين عليا جدا، ودايما كنت بسمعهم لما كانوا بيصلوا الفجر وكانوا بيدعولي يقولوا يا رب ارزقها بابن الحلال اللي يعوضها ويريح بالها. ايام بتعدي وفي يوم ابن خالتي بيرجع من السفر. خالتي ده كان اكتر حد قريب مني، كنا صحاب جدا وكانت اسرارنا مع بعض. كان في يوم ابن خالتي سافر، وعلشان انا كنت صغيرة ما كانش معايا تليفون علشان اقدر اتواصل معاه. ما ابن خالتي رجع من السفر، مامته حكيت له على كل اللي حصل لي، زعل جدا وجالي على طول. ما شفته فرحت قوي وحسيت من جوايا اني طايرة من الفرحة. فعلا كان اقرب حد ليا، عليا وفضل يتكلم معايا ويقويني بالكلام. قلت له انا الحمد لله بقيت كويسة يا احمد، الموضوع ده عدى عليه سنين وانا نسيت. وقال لي الحاجات دي ما تتنسيش، وبعدين لو عملتي كويسة قدام العالم كله انا الوحيد اللي مش هتقدري تمثلي عليا، لان انا الوحيد اللي انا حافظك. سمت بوجع، قرب مني وطبطب عليا وبدون اي مقدمات فضل يحكي لي عمل ايه في الفترة اللي هو كان مسافر فيها. لما سافر اشتغل وربنا فتحها عليه، كان الإقامة بتاعته انتهت وكانوا هيرحلوه. قرر ان هو يتجوز واحدة أجنبية علشان ياخد الإقامة، عامل حسابه كويس ان هو ما يخلفش منها. كان إرادة ربنا كانت فوق الجميع، وربنا رزقه منها بولد وبنت توأم. طبعا بعد ما خلفت حصل ما بينهم مشاكل كتير جدا، لكن هو كان بيتحمل علشان عياله، لحد ما في يوم اكتشف ان الواد والبنت دول مش عياله. زعل جدا لان هو كان بيحبهم واتفق معاهم ان هما يتواصلوا معاه. لا خلاص ان هو ملوش اي حاجة في البلد، اضطر ان هو يصفي شغله ويرجع البلد تاني. كان بيحكي لي وهو زعلان، طبطبت عليه وقلت له اكيد كل اللي حصل ده خير. قال لي الحمد لله على كل حال. واحدة من غير اي مقدمات قال لي انا عاوز اتجوزك. قلت له انت اكيد جاي بتقول الكلام ده علشان عارف ظروفي، انا مش محتاجة شفقة من حد. بتقولي كده يا نرمين؟ ده انت الحب يا بنت خالتي. الحاجات اللي حصلت لي زمان ما تخصنيش، تخصني ويلزمني انت دلوقتي. قلت له كده بعدم تصديق، قلت له انا مش مستوعبة اللي انت بتقوله، لسه قايلة ان اكيد اللي حصل ده ليا خير. فما كنتش اكتشفت ان الواد والبنت مش ولادي استحالة انا كنت هرجع، يبقى اكيد انا وانتي لينا نصيب مع بعض. وابتسمت وقلت له انت بتتكلم بجد يا احمد؟ والله العظيم بتكلم بجد، هو انا هلاقي حد زيك فين؟ حنينة وطيبة وكفاية ان انتي بتسمعيني، مصدقة اللي انا بسمعه بوداني. انا هتجوز واكون زي اي بنت طبيعية؟ دخلت جري على بابا وماما وقلت لهم على كل حاجة احمد قالها لي، وماما فرحوا جدا حبوا باحمد. ماما قالت لي ادخلي اعملي اكل لابن خالتك، قلت لها عيوني يا ماما. قلت وانا متحمسة وعملت كل حاجة احمد كان بيحبها قبل ما يسافر. خلصت الاكل قعدنا اتغدينا مع بعض، وقت بسيط قرينا الفاتحة في نفس اليوم. مش مصدقة اللي بيحصل لدرجة اني كنت حاسة ان انا بحلم. يعدي شهر على خطوبتي انا واحمد، لان في الشهر ده احمد كان بيجهز الشقة اللي احنا هنتجوز فيها. بعد ما كل حاجة بتخلص بنكتب الكتاب وبنعمل فرح كبير جدا، بنعرف البلد كلها ان احنا اتجوزنا. بعد جوازي بكتشف ان احمد هو نصيبي فعلا، انه بيكون نسخة مني في الشكل وفي الطبع وفي كل حاجة. اللي انا بحبه وبكره اللي انا بكرهه، كل حاجة فيه يا بنات ان هو استحالة يسألني عن اي حاجة حصلت معايا. التفاصيل اللي انا حكيتها لكم اول المشكلة هو ما يعرفهاش. مثلا لو حبيت احكي له اي حاجة يقولي لو سمحتي ما يخصنيش اي حاجة حصلت زمان، خصني دلوقتي، دي على اسمي.
الحمد لله، بجد أنا مبسوطة جدا إن ربنا عوضني وأنا ما عملتش أي حاجة وحشة في حد. بحب الخير لغيري. بجد يا بنات أنا كنت ضحية للمجتمع قبل ما أكون ضحية لصابر. كلها كانت بتعاملني على إني مذنبة، كانوا بيتجنبوني كأني حاجة وحشة، مش حس بيا ولا واقف جنبي. كتير قوي من صحابي بعدوا عني، لكن هما ما كانوش عاوزين يبعدوا، وللأسف أهاليهم هما اللي طلبوا ده. محدش طبطب عليا ولا قالي معلش غير أهلي، ساندني وخلاني أرجع لطبيعتي تاني غير أحمد. ربنا يخليهولي العمر كله يا رب. فكرة ربنا رزقني منه بطفلين. كده تكون قصتنا خلصت النهاردة. عاوزاكم تقولولي ايه رأيكم في التعليقات. اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي وما ينساش اللايك.